سلسلة جديدة من ريلمي وهي سلسلة ال 12 وفيها أكتر من موبايل. وفي الفيديو ده معانا الريلمي 12 4G جايبه معالج محترم وكاميرات برضه كويسة جدا وكمان شاشة وبطارية مناسبين بقوة بسعر الموبايل. فمن غير كلام كتير ما تنساش لايكك وسبسكرايبك علشان ده بيديني حماس أكتر في إن أنا أكمل في النوعية دي من الفيديوهات. ويلا بينا نبدأ في تفاصيل الموبايل ده على طول. الموبايل لو انت ملاحظ ان هو تحديث للريلمي 11 اللي نزل معانا السنه اللي فاتت وما زال في السوق الفتره دي برضه بينافس في السعر بتاعه. فلما تيجي تشوف الريلمي 12 هتلاقي ان الخامات بتاعته جايه من البلاستيك وجايه مقاوم للصدمات علشان التليفون لو وقع منك ولا حاجه يستحمل معاك. لما نشوف التصميم هنلاحظ تطور ملحوظ عن الجيل اللي فات الريلمي 11 من ناحيه الكاميرات اللي اتغير مكانها. ده غير ان الموبايل جايب الحواف المسطحه اللي بتنزل بيها اغلب الموبايلات في الفتره دي، كمان بوزن 187 جرام مش هتواجه معاه اي مشاكل. ده غير ان الموبايل جاي مقاوم لقطرات الماء الخفيفه والغبار بشكل عام بشهاده الاي بي 54 يستحمل معاك طرطشه الميه والتراب والكلام ده كله عادي. ولما نتكلم عن الشاشه فهتلاقي انك عندك الثقب بتاع الكاميرا الاماميه في نص الشاشه وحوافها قلت شويه عن الاصدار اللي فات الريلمي 11 خاصه الحافه السفليه. ده غير انها جايه اموليد بمساحه 6.67 انش بدقه الفول اتش دي بلس مع معدل سطوع بيوصل لحد 2000 نتس. ده غير انك عندك الريفريش ريت 120 هرتز. يعني بصراحه هنا الشاشه ما فيهاش اي تقصير اطلاقا ولا من نوعها ولا في الحواف بتاعتها ولا في الكواليتي ولا حتى في معدل السطوع ومعدل الترددات بتاعتها. يعني من الاخر هتاخد تجربه كويسه جدا من الشاشه اذا كنت بتسمع افلام او بتلعب العاب او اذا كنت بتستخدم الموبايل كاستخدام يومي عموما فحرفيا هتتكيف مع استخدامك للشاشه دي. ولما نتكلم عن الاداء فهنروح للمعالج اللي جاي من شركه كوالكوم من نوع سناب دراجون 685 بمعماريه 6 نانو، وده نفس المعالج لو ملاحظ اللي موجود في الريدمي نوت 13 وكمان موجود في الريلمي سي 67. ومش هتواجه معاه مشاكل في استخدامك للمهام اليوميه او اذا كنت تلعب العاب عليه. فعندك لعبه زي ببجي موبايل هتلعب بيها ب 40 فريم عادي جدا. كمان لما بتفعل وضع الجيمر مود بتاخد عدد فريمات ثابته، يعني 40 فريم هتاخدهم 40 فريم اثناء اللعب عادي جدا. وبالاضافه لسناب دراجون 685 فعندك معالج رسومي من نوع ادرينو 610. وعموما المعالجات دي مش هتواجه معاها اي تقصير. وللاسف الريلمي 12 بيدعم معاك تركيب شريحتين او شريحه وكارت ميموري، والكارت طبعا مكان الشريحه الثانيه. فلو بتركب اكتر من خط فاعمل حسابك على نسخه بمساحه تخزينيه اكبر عشان لو مش هتركب كارت ميموري. والبطاريه هنا 5000 ملي امبير اور وبتدعم سرعه شحن 67 واط، ودي سرعه شحن جباره في السعر ده. كمان مع سعه البطاريه دي فالبطاريه هتكون اخر اهتماماتك اذا كانت في سرعه الشحن او اذا كانت في المده اللي انت بتستخدم من خلالها الموبايل. ومن حيث السماعات فسماعات الريلمي 12 جايه صوت ستيريو، وده هيديك كواليتي صوت ممتازه وهيديك صوت انقى بكثير طبعا عن الريلمي 11. وانا ليه بقارن في اغلب الفيديو مع الريلمي 11 وده لانهم تقريبا في نفس الاسعار. كمان الشركه هنا مقدر الفئه السعريه دي وحاطه لك منفذ 3.5 مللي بتاع سماعات الاذن. ولما نتكلم عن الامان والحمايه في الموبايل عموما فعندك مستشعر البصمه جاي تحت الشاشه، وده طبعا ما فيهوش نقاش لان انت لو مستخدم لموبايلات ريلمي فانت اكيد عارف اداء البصمه عامل ازاي. فهو حرفيا صاروخي وده كده كده بجانب الفيس انلوك. ومن حيث نظام التشغيل فطبعا كده كده الموبايل جايب احدث نظام تشغيل اللي هو الاندرويد 14 مع احدث واجهه من ريلمي برضه واللي هي ريلمي يو اي 5.0. والموبايل فيه مايكين، مايك اساسي ومايك عازل للدوشه عشان الطرف الثاني اللي بيكلمك من خلال مكالمه يقدر يسمع صوتك كويس وبوضوح من غير ما يسمع اي دوشه حواليه. نتكلم بقى عن الكاميرات واللي ادائها اتطور بنسبه كويسه عن الريلمي 11. بس لحد هنا لو انت شايف انك استفدت باي حاجه من الفيديو فقدر اخوك كده بسبسكرايب رايق ولايك اروج، وما تنساش تفعيل الجرس علشان توصلك كل الترشيحات الجايه. في ظهر الموبايل الكاميرات الخلفيه عندك كاميرتين، الكاميرا الوايد او الاساسيه 50 ميجا بكسل ودي اللي جايه فتحه عدسه اف 1.9 بمستشعر جاي من سوني ال واي تي 600، وبرضه بتدعم معاك المثبت البصري الاو اي اس عشان لو هتصور فيديوهات المثبت البصري يساعد على ثبات الفيديو. والكاميرا الثانيه 2 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 2.4 ودي جايه خاصه بالبورتريه او العزل. واللي يميز البورتريه هنا انك تقدر تصور صور احترافيه ما تاخدهاش غير من موبايلات عاليه شويه، وده بسبب انك تقدر تصور 1 اكس و2 اكس من خلال البورتريه. فبصراحه انت تاخد صور فاول ما تشوفها كده انت هتفتكر ان الموبايل ده مثلا في حدود ال 15 او 16000 جنيه، حاجه في الحدود دي اللي هي الفئه المتوسطه او فوق المتوسطه شويه. وعايز اقول لك اصلا ان سعر الموبايل ارخص من كده بكتير، ده بجانب انك تقدر تصور فيديوهات لحد الفول اتش دي 30 فريم في الثانيه مع وجود المثبت البصري مش هتواجه مع الفيديو اي مشاكل. وعندك الكاميرا الاماميه جايه 16 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 2.5. فعموما من حيث الكاميرات بوجه عام فهتاخد اداء محترم جدا اذا كان من الكاميرات الخلفيه او الكاميرا الاماميه. ده غير انك عندك مستشعر من سوني مخصوص زي ما قلت لك في الكاميرا الخلفيه فحرفيا هتاخد اداء محترم. اما بقى من حيث باقي المستشعرات اللي جايه في الموبايل ده فانت عندك مستشعر التسارع والقرب والبوصله والجيروسكوب وكل المستشعرات بسنسورات جوه الجهاز نفسه، يعني ما فيهمش حوار السوفت وير والكلام ده كله، فهتاخد اداء ممتاز من السنسورات دي. ده بجانب خاصيه الان اف سي لو بتتعامل بالخاصيه دي. حرفيا انا شايف لحد دلوقتي ان الموبايل متكامل وما فيهوش عيوب، وكمان بسعر اقل سيكه من الريلمي 11، يعني اصدار احدث وفي نفس الوقت بسعر اقل من الريلمي 11. فخليني دلوقتي الم لك كل المواصفات دي في المميزات والعيوب علشان لو هتشتري الموبايل فتحدد بناء على كل اللي انت عرفته عن الريلمي 12.
نبدا اولا بالعيوب، واللي يعتبر لحد دلوقتي انا مش شايف ان في عيوب، بس لو الحاجات دي كانت موجوده في الجهاز نفسه او كانت مدعومه في الجهاز نفسه كانت حرفيا هتخلي الجهاز ده صفقه مثاليه في سعره. اولا لو انت من محب تصوير الالترا وايد فللاسف انت ما عندكش زي ما قلت لك غير كاميرتين، الكاميرا الخاصه بالبورتريه والكاميرا الوايد اللي هي الكاميرا الاساسيه، وما عندكش اي كاميرات ثانيه. اما بقى الدايرتين اللي انت فاكرهم كاميرات دول مع الجهاز في الديزاين فلا، هم دول بس مجرد تكميل للديزاين مش اكتر. ثانيا المعالج جاي من كوالكوم سناب دراجون 685، والمعالج كده كده موفر في الطاقه والكلام ده كله عادي، بس الاصدار اللي فات الريلمي 11 كان جاي بالهيليو جي 99 وده اللي اداؤه افضل شويه من السناب دراجون 685. بس انت يعني مش هتلاحظ اختلاف كبير لو انت عامل ابجريد من موبايل اقل شويه، لكن لو كان معاك معالج اقوى شويه ونزلت فهتحس بالاختلاف ده. اما بقى من حيث المميزات فلا، عندك المميزات كتير بصراحه. اولهم انك عندك تصميم جديد شويه ومختلف حبتين ثلاثه عن الريلمي 11، ده غير ان الموبايل نفسه جاي مقاوم للصدمات زي ما قلت لك، وهيستحمل معاك لو وجع منك كتير يعني. بس مش معنى كده انك تجيب الموبايل انت تروح ترميه، لا، هو بس مجرد معلومه علشان بس الموبايل لو وجع منك تبقى عارف ان هو كده كده مقاوم للصدمات. تاني ميزه ان السماعات بتاعته جايه بصوت استيريو، وده يعني نقاء اكتر في الصوت وصوت اوضح بكتير، ومش هتواجه مع الصوت اصلا مشاكل اطلاقا. ده غير انك عندك كاميرا البورتريه بتدعم معاك تصوير 1 اكس و2 اكس زي ما عرفتك وانا بقول لك مواصفات الكاميرات، ودي ميزه ممتازه في الفئه السعريه دي. اما رابع ميزه بقى وهي البطاريه اللي 5000 ملي امبير مع سرعه شحن 67 واط، وبصراحه مع سرعه الشحن دي ما تحكيش بعديها بالسعر ده، لانك عندك طبعا شركات بدون ذكر اسماء بنفس السعر ده بتقدم موبايلات ويعني سرعات الشحن بتاعتها لا تتخطى ال 25 و 30 واط. اما اخر ميزه وهي انك عندك شاشه متكامله، شاشه اموليد فول اتش دي بلس، كمان مع معدل سطوع بيوصل معاك لحد 2000 نتس، يعني تقدر تشوف شاشه الموبايل تحت اشعه الشمس مرتاح جدا، ده من غير ما تعاني يعني ولا تحط ايدك على شاشه الموبايل علشان تشوف الشاشه ولا بتاع، لا، هي ال 2000 نتس هتخليك شايف شاشه الموبايل كانك في البيت بالظبط. وكده يعتبر انا لميت لك كل حاجه دلوقتي في المميزات والعيوب، بس مش ناقص بس غير ان احنا نعرف ايه اللي موجود في محتويات العلبه نفسها. طبعا انت عندك العلبه جايه يعتبر برضو متكامله، عندك الموبايل طبعا وعليه سكرينه جاهزه على الشاشه، وكمان راس الشاحن اللي جايه اصلا بقوه 80 واط، بس الموبايل اصلا بيدعم معاك 67 واط، يعني لو عندك موبايل بيدعم سرعه شحن 100 واط ولا حاجه فراس الشاحن دي هتقدم معاك برضو، يعني هتقدم معاك لحد 80 واط، فراس الشاحن هي اللي 80 واط لكن الموبايل بيدعم سرعه شحن 67 واط، يعني كده كده الموبايل مش هياخد اعلى من سرعه الشحن اللي متحدده له اللي هي 67 واط. وعندك كمان وصله اليو اس بي اللي من نوع تايب سي وجراب سيليكون شفاف علشان تحمي خامات الموبايل، وكمان عندك دبوس معدني وكتاب التعليمات. ده كان من حيث محتويات العلبه. اما بقى لما نتكلم عن اللي انت منتظره من بدايه الفيديو اللي هو سعر الموبايل، فسعر الموبايل عموما وارد انه يتغير النهارده، وارد انه يتغير بكره، وارد انه يتغير الشهر الجاي، وده علشان الاسعار في مصر مش مستقره. فانا هقول لك دلوقتي على السعر اللي موجود بالموبايل حاليا في وقت تصوير الفيديو ده، وكمان هعرفك سعره بالدولار علشان انت بعد كده لو السعر اتغير تقدر انك توازي سعر الدولار مع سعر الجنيه، وهيديك السعر بتاع الموبايل في الوقت اللي انت فيه، وده لان طبعا الموبايل جاي ضمان دولي مش ضمان محلي. المهم انت ما عندكش في مصر حاليا غير نسخه واحده واللي هي ال 256 جيجا مع 8 رام، ودي بسعر 10300 جنيه. وبالنسبه لسعره بالدولار لنفس النسخه ال 256 جيجا مع 8 رام ب 220 دولار. ونفس النظام برضو لو انت في اي دوله تاني تقدر تاخد السعر ده وتوازيه مع سعر العمله بتاعتك، فهيطلع لك سعر الموبايل في الدوله اللي انت فيها. ودلوقتي هل انت شايف ان الريلمي 12 يستحق فعلا السعر ده ولا ما يستحقش بالنسبه لكل المواصفات وكل المميزات والعيوب اللي انت عرفتها؟ فعرفني رايك تحت في الكومنتات، وبرضو لو انت عندك اي ترشيح لفيديو معين او مقارنه معينه فاكتبها لي برضو في الكومنتات وان شاء الله هعملها في اقرب وقت ممكن. واخيرا ما تنسانيش بلايك وسبسكرايب وكومنت رايك زيك، ومستنيك في الترشيح الجاي. سلام.